السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم في موضوع انتشر جدا الفترة الأخيرة، سواء بفيديوهات أو تعليقات على اليوتيوب. وبصراحة أنا لاحظت ان في إهانة كتيرة جدا للناس. طب ليه بنهين بعض؟ انتوا حرين، حابين تبقوا كارهين حد كده وفي من ناحيتكم اي سلبيات احتفظوا بيها لنفسكم، مش لازم تهينوا الناس كده على العام. يعني ليه؟ كل اللي حصل ان الناس بتتكلم ليه حمدي ووفاء ما طلعوش المصيف مع اسرتهم. طب انتوا مالكوا اصلا؟ يطلعوا المصيف ولا ما يطلعوش المصيف؟ ماشي، متابعينهم وبتحبوا تتكلموا في كل تفاصيل حياتهم، بس مش للدرجة. ما ينفعش نهين الناس. كلنا بنتابعوا بعض، وفي ناس بتبقى ليها متابعين كتير جدا بتحبها، بس التدخل في الحياة بحدود. ما ينفعش جدا الاقي معظم التعليقات ومعظم الناس تتكلم وتقول وفاء سوسة موقعة الاخوات في بعضيها، وفاء ديت اصلا عاملة مشاكل بين الاخوات، وده السبب اللي ما طلعوش بيه المصيف. طب انتوا تدخلتوا في حياتهم واكتشفتوا كده؟ انتوا عرفتوا بنفسكوا الكلام ده من بيتهم؟ انتوا كنتوا قاعدين معاهم ساعة الخلاف؟ ليه بقى الاشاعات دي؟ وناس بتؤكد وبتحلف ان في فيديوهات بتتكلم في كده. طب ما تروحوا للفيديو بتاعه هو وهتعرفوا من ايه. هو صرح بنفسه وقال. وحتى لو هو كلامه ده مش صحيح، انتوا مالكوا؟ يمكن هو بيجمل الصورة. طيب، انتوا من متابعتكم للفيديوهات بتاعت العائلة دي كلها ملاحظين ان العيلة دي زي ما انتوا بقى بتفقهوا قوي كده وبتحللوا المواضيع، العيلة دي من الناس اللي ممكن لو هما مختلفين مع حد في مع بعض فيها ياخدوا بعض ويروحوا مصيف ويسيبوه هو عشان يغزوه عنده. يعني العيلة دي بتلقائيتها بالطريقة دي ان هي تاخد الناس يروحوا هما مصيف ويسيبوا اللي متخاصمين معاهم عشان يغزوهم ويعندوهم؟ اكيد لا يعني. وحتى لو هم في خلافات ما بينهم المفروض ملناش دعوه، بس كل الموضوع ان حمدي ووفاء ما طلعوش المصيف علشان هو شغال في شركه وما ينفعش ياخد اجازه اسبوع مفاجئ. فهي شركته لما بتطلع المصيف بيطلع هو ووفاء واولادهم، بس كده. لكن بقيتهم هم كلهم بيشتغلوا اعمال حر، فبيطلعوا المصايف في اي وقت يحبوها. فكفايه بقى اهانه في بعض. ويا ريت اللي عنده راي سلبي يحتفظ بيه لنفسه، كفايه يعني، لان بجد رايك السلبي ده بيبقى سخيف قوي. والناس بتؤكد وبتحلف ان ولاء سوسه، ان سوري وفاء سوسه. يعني انتوا دخلتوا في قلب وفاء وعرفتوا ان هي سوسه؟ ولما هي سوسه انتوا بتتابعوها ليه؟ عمر ما حد بيتكلم عن حد غير لو متابعه ومتابعه كويس جدا. ايه موقع الاخوات في بعض، وايه سوسه، وايه ما فرقه ما بينهم، وايه الكلام اللي بجد بقى كلام سخيف جدا ده. عموما انا عارفه كده كويس جدا، لان الناس هي قالت بنفسها، وانا جايبه الكلام ده بقى اللي حمدي قاله، سواء الكلام ده صدق او كذب والله ده صاحب الموضوع هو اللي قاله، وصاحب الحوار كله اللي انتوا بتتكلموا فيه هو اللي قاله، ده المصدر الرئيسي. فبلاش نفتي كتير وبلاش نهين كتير. انا عارفه ان الفيديو بتاعي مش هيوصل لشريحه كبيره لسه، بس مش مشكله حتى لو 2 بس شافوه. لما يشوفوا تعليقات او فيديوهات من التانيين دول يبقوا عارفين ان لا، ما حصلش كده. لاني اكيد التصريح اللي نزله حمدي وفاء ان هم ما طلعوش المصيف ليه، ممكن يبقى مش كتير شافوه او مش كلنا شفناه. فلو حد ما شافوش وشاف كلامي ده يبقى كده فهم الموضوع تاني، ولما يسمع اي اشاعة يبقى فاهم ان هي مش اشاعة، ان هي مش سوري مش خبر صحيح. يا رب ابقى وصلت لكم الخبر بطريقه سهله بسرعه، ما طولتش عليكم، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيعجبكم. ويا ريت لايك علشان الفيديو يوصل لغيركم، وبرده يعرف الاشاعات ويعرف ان الناس اللي بتغلط في حد لازم نتجاهلهم نهائي لحد ما يختفوا من على اليوتيوب اصلا. اشوف وشكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مع السلامه.